لتسمين الكبش بطريقة صحية، ركز على تقديم أعلاف متوازنة وغنية بالطاقة والبروتين، مع توفير ماء نظيف باستمرار وظروف بيئية مناسبة مثل حظائر جيدة التهوية ومظللة. من الضروري أيضا الاهتمام بالصحة العامة عن طريق التحصينات الدورية وتجنب أي مواد كيميائية ضارة أو أدوية مخصصة للدجاج التي قد تضر بصحة الكبش. تغذية الكبش إعلاف متوازنة، قدم علفا متوازنا غنيا بالطاقة والبروتين، ويمكن أن يشمل خليطا من الشعير بنسبة 40 إلى 80%، والذرة 10 إلى 25%، والنخالة مع إضافة مصادر البروتين مثل الجلبانة والصوجا والكرسنة. التغذية المتكررة، قم بإطعام الكبش 3 مرات في اليوم لضمان استهلاك متساو للعلف. زيادة العلف تدريجيا، ابدأ بكميات صغيرة من العلف المركز وزدها تدريجيا مع مرور الوقت. على سبيل المثال، ابدأ ب 300 جرام وزدها إلى 500 جرام يوميا أو أكثر. الحفاظ على مياه الشرب، تأكد من توفر مياه نظيفة وعذبة دائما، وهي ضرورية جدا لعملية التسمين. تجنب المواد الضارة، لا تستخدم مواد كيميائية أو أدوية غير مخصصة للأغنام بهدف زيادة الوزن، لأنها قد تسبب مشاكل صحية خطيرة وتؤدي إلى تراكم الدهون بشكل غير صحي.